طيب انت بقى ما سالتنيش، يعني احيانا مثلا تيجي واحده تقول لك انا مريض بطانه مهاجره، تيجي تكشف عليها تلاقي مثلا بطانه مهاجره تحت جرح قيصريه. الحاله دي والده وعندها جرح قيصريه، وتحت جرح القيصريه في بوره كده بنسميها بطانه مهاجره، بتعمل فعلا الم شديد جدا وقت الدوره الشهريه. لما بتكبر بالحجم بتعمل الم طول الشهر، وديت حلها الوحيد انها تتشال جراحه. هل دي اسمها حاله بطانه مهاجره؟ للاسف هو الصح في الحالات اللي زي كده ان هي لا، هي دي مش حاله بطانه مهاجره. بطانه مهاجره مكتسبه دي عباره عن ايه؟ أنسجة من بطانة الرحم أثناء الولادة القيصرية اتزرعت على عضلة الرحم أو على تحت الجلد، وبدأت تكتسب دورة دموية من الجسم، فبدأت تنمو وتتكاثر وتكبر لحد ما عملت بؤرة بطانة مهاجرة. البؤرة دي بدأت تعمل ألم وتفرز دم تحت الجلد والكلام ده. بس اللي عايز أقوله للحالات دي إن أنتوا مش مرضى بطانة مهاجرة اللي إحنا بنتكلم عليهم، إن لازم تدخل بالمنظر وهتأثر على المخزون المبيض وتضعف الحمل. لا، أنت ما عندكش المشكلة دي كلها. أنت كل مشكلتك مع البطانة المهاجرة المكتسبة إن أنت عندك ألم في مكانها وقت الدورة الشهرية، أحيانا بيستمر طول الشهر. وحلك التدخل الجراحي إن إحنا نفتح فتح صغير مكان الحتة اللي موجودة دي، نستأصلها من جذرها ونشيلها وتعيش حياتك طبيعي. فأنت مش مريض بطانة مهاجرة. فدي معلومة مهمة لازم الحالات دي تعرفها، لأن هي شفت حالات كتير عاشت الوهم بسبب إنها تشخصت بطانة مهاجرة وهي عندها بطانة مهاجرة مكتسبة من الولادة القيصرية اللي فاتت.